وصفتنا لليوم خبز الحليب بطريقة جدا سهلة وجدا لذيذة. قطنا يا جماعة لازم تجربوها. احتاج لكوب من الحليب الدافي، ملعقتين من السكر وملعقتين من الحليب المكثف المحلى. هضيف عليها ملعقة خميرة وأقلبها. بعدها أضفت عليها بيض ورشة فانيلا. هضيف عليها الدقيق بالتدريج مع 50 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة وأعجنها وأسيبها ترتاح. ولخلطة الزبدة احتجت لزبدة، حليب مكثف محلى وأقلبها. هدهن فيها شوية بالقالب، وبعدها قسمت العجينة حقتي لكور متساوية وفردتها بهذا الشكل ولفيتها بهذه الطريقة. هضفرها وألفها بهذا الشكل. بعدها حبدأ أنزلها بالقالب وأدهنها بخليط البيض مع الحليب وأدخلها الفرن. وبعد ما طلعت من الفرن حدهنها بخلطة الزبدة مع الحليب المكثف المحلى وأقدمها مع كوب حليب دافي. ما أحكي لكم قد إيش طرية ولذيذة، وبالعافية عليكم، لازم تجربوها وتعتمدوها.